أوقات البيت اللي اتربيت فيه بيبقى هو نفس باب الجحيم اللي هتتعذب منه، وأوقات الناس اللي مفروض يحمونا بيبقوا أول ناس يسلمونا للعذاب. ومش كل صرخة بتتسمع، ومش كل وجع عليه علاج. قصة النهاردة قصة حقيقية من قلب الضلمة، حصلت في مصر بالتحديد في محافظة الشرقية. الأب بيحكي ويقول: تخيل بنتك تتظلم وتتهان وتتضرب لحد ما وشها يتغير وجسمها يجيب دم، بس عشان قالت لحماتها كلمة واحدة لأ. اللي يوجع مش الضرب، اللي يوجع ان اللي ضربها جوزها ابن اختك، واللي كمل عليها اختك ذات نفسها. حبسوها في الحمام وكأنها ما تستاهلش تعيش. واول ما خرجت اتصلت بيا على طول. دخلت لقيتها مفحومة من العياط، وشها كله دم، جسمها متكسر، بس تمسك نفسك عشان ما تخسرش اختك. خدتها ومشيت. بس لما عرفت التفاصيل قلت لا، بنت مش وش إهانة ولا ضرب ولا سجن. دي بنت عندها 22 سنة ولسه صغيرة على السواد ده كله. رحت طلبت الطلاق من غير فضايح، ويا دار ما دخلك شر. لكن الطيب أصله يبان، والشرير أصله يبان، وابن الحرام كده كده بيبان. أختي قررت إنها مش هتسيبها، وقعدت تطلع في سيرتها كلام كتير، وهي مش هتكون لحد غير ابني. طبعا دي بنتي الوحيدة، وانا قلبي ضعيف بس روحي قوية. من فترة كنت واخد ورث كبير، رفعت قضية خلع. بس بعديها بفترة اختي جات لي البيت وقالت لي بالحرف: هاخد البت وانا ماشية، اسمع الكلام بدل ما تعيش انت وهي في جحيم. قلت لها: انت جاي تهدديني في بيتي؟ ورحت طاردها. بس قبل ما تخرج طلعت ازازة مية صغيرة وضحكت لي ضحكة بسيطة، ودلقت ازازة المية قدام الباب. تاني يوم حصل اللي محدش كان متوقعه: جحيم، صراخ ودم وجروح في كل حتة في الجسم. أنا وبنتي بنتقطع كل 10 أيام من غير سبب، جروح في الأكتاف والصدر والظهر والصوابع. مفيش دكتور نافع ولا شيوخ نافعة، ومفيش راحة. بنتي كانت بتنزف كل يوم لحد ما خست 19 كيلو، وأنا بقيت زي الهيكل العظمي ماشي بعكاز. وكل 10 أيام الألم بيتجدد تاني، وبنفضل نتعذب تاني كأن شيطان ماسك سكينة جوه جسمنا عمال يقطع فيه. سنة وشهرين وأنا بستنى أي حد يقدر يساعدنا، لحد ما في يوم واحد جاري قال لي: طب ما أجيب لك شيخ معروف عنه إن هو يعني بيساعد في الخير والكلام ده. كان الشيخ ده اسمه الشيخ خالد. طبعا جاري راح كلم الشيخ خالد، فالشيخ خالد ده جالنا البيت. بفضل الله قدر يكسر السحر، واخيرا رجعنا نعيش حياة طبيعية تاني. الدنيا بقت مرعبة يا جماعة، وبقى في ناس الدم عندهم ارخص من المية، وبقينا نخاف من اخواتنا، من حبايبنا، من اقرب الناس لينا. وده طبعا اهم حاجة ممكن اقولها: انك ما تثقش في اللي حواليك مهما كانوا. مش شرط ان كله بيكون زي بعضه، يعني طبعا في الكويس وفي الوحش، بس لازم تكون حذر في كلا الحالتين. واحب اقول في الاخر: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكده تبقى قصتنا خلصت، واستنونا ان شاء الله يوم الاثنين بقصة جديدة. وطبعا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا كل فيديو جديد. وقولوا لنا آراءكم في التعليقات عن قصة النهاردة.